كنا في الدار البيضاء اللي فيها مهرجان الأغنية العربية اللي هو على مدى 3 أيام. في أول يوم كل مشترك من المشتركين اللي كانوا 10 مشتركين من كل الدول العربية، من ليبيا، من الجزائر، من المغرب، من تونس، من مصر، وعدة دول أخرى اللي هي كمان كانت من ضمن المنافسة. وطبعا أنا كنت من بين المشتركين، وكل واحد منا غنى أغنيته الخاصة، وكانت أجواء جدا جميلة بوجود كتير من الشخصيات المعروفة والمميزة مثل سمير صبري، وليد توفيق، الملحن الكبير اللبناني إحسان المنذر، وكان عدة ضيوف اللي هن كمان كانوا يشكلوا لجنة التحكيم، وكل واحد منا أدى أغنيته، وأنا بالنسبة لي أديت أغنيتي كما يجب يعني، وأعطوني فيها الجائزة الأولى، وكان كتير شعور جميل يعني انك تكون في تمثل الدول العربية في مهرجانات الدول العربية وتاخذ هيك مرتبة مشرفة. انا يا مالك مشغول وانت مشغول عني، والليل علي الطول صار يا مجنني، انا قلبي عليك مشغول وانت مشغول عني، والليل علي الطول صار يا مجنني. مش سايل ابدا يا حياتي، مش فاكر حتى كلماتي، وانا اقولك واحكي يا حبيبي صبرك علي، وانا يا حياتي عمري شمعة دابت عخدودك والدمع، بعدك ناس عهدك تركني مجروح، حلمك علي يا حبيبي صبرك لوين تروح. في المهرجان مدير عام عرفزيون الأستاذ علي عباسي، وكمان مدير شركة سيلكوم في الوسط العربي الأستاذ السيد حسام أبو مخ، ورفقنا كمان المطربة روزان خوري من ترشيحة اللي كمان كانت ضيفي في المهرجان. هذا هو الوفد اللي كان معنا، وفد كتير رفقته حلوة وكتير انبسطنا، وانا عن جد بشكر شركة سيلكوم اللي هي تدعمني وعم تدعمني للآخر، وكتير انا مبسوطة من تعاملهم معي، قديش كانوا مهتمين فيي في المغرب، وخاصة السيد حسام ابو مخ اللي رافقني في التصوير وعشان يظهر موهبتي ويعرفوها الناس اكتر. وكمان بوجه كمان شكر خاص للاستاذ علي عباسي اللي هو دايما بدعمني، واقول انه يعني كمان هن وفوا بوعودهن اللي قطعوها على انهم يعملوا لي فيديو كليب ويسووا لي غناية جديدة، وكمان ياخذوني على مهرجانات الدول العربية، وهذا كان كتير شرف لإلي اني امثل بلدي في مهرجان الدار البيضاء. وكمان اشي اللي هو ابسطني كتير انه الاستاذ سمير صبري الممثل الكبير مصري دعاني على مهرجان الاسكندرية، وبتأمل ان شاء الله اني اشارك في هذا المهرجان.